ختام للتظاهرة شهد توزيع الجوائز المادية المهمة على الفائزين، ذلك بحضور مجموعة من الشخصيات وسط أجواء متميزة. Okay, guys, make it loud. مدينة داخلة نظمت الدورة الرابعة لبطولة العالم في الكايت بورد. شاركوا أزيد من 70 ممارس رياضي تمثلوا 21 دولة. فالحمد لله مستوى ديال التنظيم كان مستوى عالي. فالحمد لله الاطور المغاربه بينوا على المهارات ديالهم، بينوا على الكفاءات ديالهم في التنظيم، ولكن كذلك الرياضيين المغاربه بينوا كذلك على المهارات ديالهم وعلى النتائج. The first event of the year of the World Tour, it was an excellent event, very good conditions, very windy every day, and better organized than ever. I think everybody is very happy to be here. Everybody was enjoying Dakhla and enjoying the nature that is here so much, and we hope to be back next year. It was a very good event. أكيد أن مسألة تنظيم بطولة عالمية كبطولة العالم للكايت سيرف هنا بمدينة الداخلة، وكمرحلة هذه السنة كأول مرحلة لبطولة العالم هنا تنظم مدينة الداخلة ثم مدينة الصويرة، هذا يبين أن مدينة الداخلة عندها من المؤهلات الطبيعية، من الشواطئ الرائعة هنا، ما يعني يمنحها إمكانية تنظيم ملتقيات دولية من هذا الحجم. الآن مدينة الداخلة الآن أصبحت معروفة على الصعيد الدولي من خلال هذه الرياضة، رياضة الكايت سيرف. أيضا الأسماء الحاضرة هذه السنة هناك 21 دولة، ماشي من السهل أنك تجمع عدد من الأسماء، عدد من الأبطال، عدد من هذه الدول أن يأتوا هنا إلى مدينة الداخلة. لتختتم بذلك الدورة الرابعة من بطولة العالم للكايت سيرف التي احتضنت مرحلتها الأولى مدينة الداخلة، هذه المدينة الجميلة التي نجحت في تنظيمها لهذا العرس الدولي الهام واختيارها كأول مرحلة من المراحل ال11 لم يأتي بمحض الصدفة، إنما باعتبار الأجواء الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة ومجموعة من الأمور التي أكدت رسمية هذه المدينة الجميلة ضمن مراحل هذه البطولة العالمية. ويبقى تنظيم هذا النوع من التظاهرات الرياضية الدولية في مدينة الداخلة يشكل دعما أساسيا لعدة مجالات أهمها السياحية، الأمر الذي يستوجب استغلال الطاقات المحلية العاشقة لهذه الرياضة من أجل أن تساهم هي الأخرى في تطوير هذه البطولة والمساهمة بشكل فعال في تنمية السياحة والاقتصاد بمدينة الداخلة.